نواصلوا معكم الكيفية الثالثة. الكيفية الثالثة هي عبارة على ان غاتو اللي تقدري تحضريه باش تحطيه مع لاتيه في السهرة. هذا الكاطو هو قطع نوا د كوكو، سي دي بتي كاري او نوا دو كوكو. بدون إطالة نبدأ في المقادير لتحضير هذا القطع تاع نوا د كوكو. تحضري 150 غرام نوا د كوكو، 150 غرام نوا د كوكو باردون. تحطي لها 75 غرام نتاع الفارينة، 75 غرام فارينة. تحطي لها 100 غرام نتاع الزبدة، زبدة غامولي. تحطي لها زوج حبات بيض، تفصلي الصفار على البياض، البيض وحده والصفار وحده. تحطي لها نص باكي نتاع لا لوفير، نص باكي لا لوفير. و بور لو غلاساج نحتاجو كذلك واحد 100 غرام نتاع سكر غلاس. إذا نبداو في طريقة التحضير ونذكر بالمقادير. إذا تبداي أولا بالزبدة، تحطيها هنا، تحطي معاها عفوا بياض البيض، هاهو، وتخدمي الزبدة مع بياض البيض مليح. من بعد تزيدي لها، كنت نسيت ما ذكرتكمش ما قلتلكمش على السكر. تزيدي تحطي لها 100 غرام تاع السكر، 100 غرام سكر. فوالا هاهو، ناخذ 100 غرام سكر. نوزنو، مية غرام سكر ونخلط. إذن بياض البيض نكون ضربته شوية، حطيته مع 100 غرام تاع زبدة و100 غرام سكر ونخلط. هاني نحصل على هذا الخليط هذا، هاو الخليط اللي نحصل عليه. السكر 100 غرام، زيديهم في المقادير. من بعد تزيدي الفارينة اللي هي 75 غرام فارينة. تحصليه على هذا الخليط هذا، شوفي. ومن بعد تزيدي لا نوا دو كوكو، تزيدها تدريجيا. لا هكذا، شوفوا حتى نكمل كل 150 غرام 150. إذا نعاود نذكر بالمقادير. إذا 100 غرام سكر، 100 غرام زبدة، 75 غرام فارينة، زوج حبات بيض، تاخذي البياض تضربيه شوية، و 150 غرام نتاع نوا د كوكو. نوا د كوكو هاني خلطت مليح. ها علاش خصلت. ونزيد لها نص باكي تاع الخميرة، نص باكي خميرة. أكيد تحصليه على هذه العجينة هذه.
شوفي هاي العجينه اللي تحصل. الان تاخذي مول، يستحسن يكون المول كاري، الا ما عندكش كاري خذي واحد كيما راكي تشوفي اللي راني موجداتو هنايا، تدهنيه هكا هكا فوالا، وتحطي العجينه اللي كنتي حضرتيها فوالا هكذا. نسويها، ناخذ مغرفه ونسويها مليح هكذا هكذا. تشوفي ما تجيش جاريه بزاف، تجي شويه هكذا شاده روحها. نسويها مليح، نغسل المغرفه بشويه نتاع الماء باش ما تلصقليش، ونزيد بلو دو دو لا كويير نسوي ها باش ما تلصقليش. ها تنسويها مليح. هكذا فوالا ها هي هكذا. من بعد واش ندير؟ ناخذ صحن واحد اخر نتيغي اخرى، نحط فيها صفار البيض مغرفه، الكلاصاج يندار بصفار البيض ونديره يطيب، الكلاصاج يطيب مع الحلوى في الكوشه هكذا، ونخلط صفار البيض هاهو ونحط له سكر كلاص فوالا، تنحصل على كوم كريم. هذيك لا كريم نحطها هنا من الفوق فوالا، نخدمها مليح حتى نكمل كل الكميه نتاعي اللي هي قلت 100 غرام. شوفوا نزيد شويه، هاي انا كملت كل الكميه اللي هي 100 غرام نتاع سكر كلاص 100 هكذا. خلصت مليح باش ما يكون حتى تغرومو. شوفوا والآن نفرغها هنا. ناخذ مغرفة كاش، ناخذ هذه عفوا نحاول باش نحط في كل مكان. فوالا نعاود هنا فوالا ونمشي هنا في الاماكن اللي نشوف بلي ما فيش كلاصاج فوالا. والآن نمشي مليح هكذا، نمسحو كامل المول باش ما ينحرق ما ينحرقوش. طلع كان خليتي شويه ونحرق راهي تجيك ريحه الحريق في الحلوى نتاعك. اذا هكذا
فوالا هكذا. وراهي كي تديريها في الكوشه راهي تطلع على خاطر فيها الخماره هكذا، وتخليها حتى تبرد. الوقت اللي تبرد قطعيها مربعات او لا على شكل لوزانج مقروطات هكذا، وتقدميها مع لاتاي. نديرو هذوك في الكوشه تقعد عندها واحد 20 دقيقه، 20 دقيقه على درجه الحراره تكون متوسطه. نحطها في الكوشه ونخليها طيب فوالا. ونحصلوا على قطع من النوا د كوكو، كاغيو نوا د كوكو خفاف بزاف مع لاتاي في السهره، وان شاء الله تعمليهم وتنجحي فيهم. بعد الفاصل نروحوا مع بعض للطاوله ونشوفوا الكيفيات اللي حضرناها اليوم مع بعض. احنا كملنا مع بعض الكيفيات في 3 تاع اليوم. اذا الكيفيه الاولى كانت عباره على كويرات الميرلون avec une sauce rouge، قلت من المنطقة نتاع بجاية معروفة تما. الكيفية الثانية كانت لاغي اون صوص بلانش بيكونت. والكيفية الثالثة هي عبارة على قطع نوا د كوكو، دي كاغي على نوا د كوكو، هو عبارة على حلوة نحضروها خفيفة للسهرة مع لاتاي. صحة فطوركم وصحة رمضانكم، ونتلاقاو في الحصة المقبلة.